بعد 10 سنين من أحداث 11 سبتمبر مقتل أسامة بن لادن. قبل كده أعلن أكثر من مرة أن أسامة بن لادن قد يكون مات من المرض لأنه كان بيعاني من فشل كلوي حاد، أو أن هو قتل في إحدى العمليات وما كانش فيه يقين مستمر إذا كان على قيد الحياة أو لا، إلا من خلال الرسائل الصوتية اللي شركة سحاب اللي بتنتج أعمال القاعدة كانت بتبثها حول العالم. إنما النهاردة العالم كله صحي على اغتيال أسامة بن لادن في باكستان. الكل بيتذكر إن صعود نجم أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة كان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. طبعا كانت مشاهد بالنسبة للناس مذهلة ومفاجئة، وبالنسبة لأمريكا أكبر ضربة على وجه أمريكا في تاريخها ما حدث في 11 سبتمبر 2001. تنظيم القاعدة هو عبارة عن تنظيم ديني إسلامي متشدد، رئيسه أسامة بن لادن ونائب الرئيس الدكتور أيمن الظواهري، والأرجح أن بدءا من النهاردة أيمن الظواهري هو أمير تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن. أسامة بن لادن وأيمن الظواهري متفوقين في الدراسة، الأولاني هندسة والتاني طب، الاثنين أغنياء. أسامة بن لادن ملياردير من أغنى عائلات السعودية، وأيمن الظواهري من أسرة ثرية وأرستقراطية، جده لوالده شيخ الأزهر وجده لوالدته أمين عام جامعة الدول العربية. التقى أيمن وأسامة وأسس تنظيم القاعدة سنة 1998. 13 سنة على تأسيس تنظيم القاعدة و13 ساعة على اغتيال أسامة بن لادن كما أعلن الرئيس الأمريكي أوباما. لقد تم قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الذي قتل المئات والآلاف من الأشخاص. ويتذكر الأمريكيون ما حدث في أحداث 11 سبتمبر، وقام في ذلك الوقت باختطاف بطائرات في سماء نيويورك، وتم وقد دمرت هذه الطائرات برجي التجارة العالميين. كانت عملية مفاجئة جدا. عدد من الطائرات الأمريكية قصفوا مبنى يعتقد أن فيه أسامة بن لادن نتيجة خيانة أحد مساعدي بن لادن، وطلع فعلا أسامة بن لادن موجود في داخله. الطيارات من فوق وفي مشاة أمريكان تحت على الأسطح وقدام المبنى، وقتل أسامة بن لادن برصاصة في الرأس. وهذه مشاهد من موقع اليوم السابع حول العملية الأمريكية لاغتيال أسامة بن لادن. राशन भी सर इसमें चीनी चावल यानी हर जो ये राशन भी सर इसमें चीनी चावल Mai devine una cosa lesbica. No? Era bine am păsărit de răgeată. العملية زي ما شفناها طبعا مش واضحة وضوح تام، ده المنزل أو المبنى من الداخل، إنما العملية طيران أمريكي موجود فوق.
طبعا تنظيم القاعدة مجموعة أسامة بن لادن ضربوا هذه الطائرات فأسقطوا مروحية أمريكية، إنما التعامل الأرضي مع الطيران أسفر عن مقتل أسامة بن لادن. حسب كلام الأمريكان إن هم أخذوا جثة أسامة بن لادن بعد ما فشلوا إن هم ياخدوه حيا كأسير، وكان في أحد المسلمين مرافق للقوات الأمريكية علشان خاطر يتولى عملية نقل الجثمان والدفن على الطريقة الإسلامية زي ما قالت الإدارة الأمريكية. نقل الجثمان إلى باكستان، وقيل طبقا للرواية الرسمية الأمريكية أنه دفن في البحر علشان خاطر ما فيش حد يعرف بعد كده على الإطلاق أين جثة أسامة بن لادن أو أين يوجد قبر بن لادن. أصبح قبر بن لادن هو البحر. الحقيقة أن باكستان اللي حصلت فيها هذه العملية عندها شعور بالحرج، وإن كان عندها شعور بالارتياح. عندها شعور بالحرج لأن الأمريكان ما قالوش للباكستانيين إن إحنا بنلاحق أسامة بن لادن على أرضكم، وعندهم شعور بالارتياح لأن في النهاية خلصوا من أسامة بن لادن. لكن شعور بقى ثالث بالقلق إن ربما تنظيم القاعدة ينتقم أو المتشددين الإسلاميين في باكستان يؤدوا إلى انهيار دولة باكستان. باكستان دولة الجيش فيها هو القوي، ولكن المجتمع السياسي والسلطة السياسية في باكستان ضعيفة، فيها مشاكل تشدد ديني على أعلى مستوى. ودلوقتي باكستان عرضة لانتقام تنظيم القاعدة، وكمان شعور الجيش بالحرج تجاه الشعب بعد دخول الجيش الأمريكي وإنجاز هذه العملية وقتل أسامة بن لادن على أراضٍ باكستانية، ربما ده يؤدي إلى تفوير الدولة الباكستانية. لو حصل أي ارتباك في الدولة الباكستانية في مشكلة أساسية إن دي دولة نووية، من يحوز السلاح النووي، من يسيطر على القنابل النووية الباكستانية لو انهار النظام الباكستاني على أثر هذه التداعيات. إنما إحنا بالنسبة لنا في قلق خفيف، لأنه الأرجح 99% إن أيمن الظواهري بقى زعيم تنظيم القاعدة منذ صباح اليوم، وكده بقى تنظيم القاعدة رئيسه مصري والأعضاء الرئيسيين مصريين. هيحصل تمصير لتنظيم القاعدة، وده هيضر بسمعة الدولة المصرية وسمعة الإسلام الوسطي المصري العربي لدى العالم. طبعا الأول كان في ضرر لأن أسامة بن لادن سعودي وأيمن الظواهري مصري، إنما دلوقتي عندنا مفاجأة جديدة وهو تمصير تنظيم القاعدة. سيصبح التنظيم رئيسا وقيادات من المصريين لأول مرة.